اهم حاجه هم ري، تسميد، رش في مواعيد المحدده، تاخد احسن جوده. لما يكون واحد هيزرع يعني برتقال جديد بيبدا يعني اول حاجه لازم يحلل التربه عشان يشوف العناصر متكامله او مش متكامله. اذا كان في عناصر ناقصه بنكملها، ده اول حاجه. بعد كده بيخطط الارض زي ما هو عايز، مثلا على خمسات، او يخلي الصف بين الصف والصف 5، وبين الشجره والشجره مترين 3، هو حسب رغبته. يعني 5 طول والعرض يعني بين الصف والصف يبقى 5 متر او 4، وبين الشجره والشجره من 2 ل5 متر، لو هو حسب رغبه الفلاح اللي هيزرع، حسب رغبته. وبعد كده يضيف مثلا سماد ايه؟ بعد كده بيبدا يسمد بلدي اذا كان فيه امكانيات. بعد كده بيهتم بالري والرش والقص، واهم حاجه القص. بقول لكل الناس اللي بيقصوا، مش اي حد يقص سيرة البرتقال، لانها بيضيعها. سيرة البرتقال كل عائلات الموالح لازم اللي يقص يكون بيفهم في القص، ما يقصش الطراحات من 8 ل 10 من على ارضه، يعني من 8 ل 10 من على ارضه. بالنسبه للسوق المحلي، السوق المحلي كل ما نخش مثلا في شهر واحد، هل ده بيفضل على الشجر لحد لغايه اخر شهر 4؟ يعني ممكن يقعد 5 شهور على الشجر ما تتلفش ولا يحصل لها حاجه، بترش رش كده تحصين، وتقعد لغايه شهر 4 وتحلو اكتر، يعني تحلو اكتر والسعر يزيد اكتر. يعني هي من صالح المالك ان هو يقعد لغايه شهر 4 يبيعه. التصدير ليه سعر مختلف؟ التصدير طبعا بليش سعر اكتر شويه، تصدير اسعاره غاليه شويه، افضل شويه. ايوه. احنا متصيدين العالم في انتاج البرتقال. احنا رقم 1 في العالم. مصر ما شاء الله في البرتقال. اجود برتقال بيطلع من مصر. زراعة الموالح في محافظة كفر الشيخ، خاصة في مناطق مراكز الرياض وسيدي سالم، وكذلك في مطوبس على الطريق الدولي الساحلي، هي ممتدة وبشكل كبير. تلك البساتين المنزرعة بأفضل أنواع البرتقال واليوسفي في محافظة كفر الشيخ تعتبر من الأصناف التي يتم تصديرها لكافة وربوع دول أوروبا، لأن مصر متسيدة في إنتاج البرتقال واليوسفي كذلك، ولكنها رقم 1 على مستوى العالم، تصدرت وتفوقت على أكثر من 10 دول في إنتاج البرتقال. ده مزروع بأراضينا، في أراضينا العافية السمراء، في أراضي محافظة كفر الشيخ، بساتين ممتدة على